يقدم لكم هذا البرنامج برعاية فيفاكوس. فيفاكوس، صحة وجمال. مرحبا بكم مشاهدينا في برنامج حريم اللي طلع لكم دائما عبر قناة الوطنية تيفي، ودائما مع مواضيعنا الشيقة اللي نناقشوها مع الضيوف اللي يكونوا ويشرفونا في البرنامج، وكذلك ما ننساوش حتى فقراتنا الخدماتية اللي نقدموها لكم ليك سيدتي ولعائلتك. موضوعنا اليوم كذلك هو اللمجة المدرسية. واش نقول لكم على ذيك اللمجة المدرسية؟ لكن أكيد باش نهضروا على اللمجة المدرسية لازم يكون معنا الضيف حاضر. إذا نقول لكم فاصل وراجعين باش نتعرفوا على ضيفي لعدد اليوم. رجعنا لكم مشاهدينا باش نتعرفوا على ضيف العدد تاع اليوم. وكان المره اللي فاتت عطانا كيما نقولوا كلمه وقال لي نعاود ليه، واليوم دائما معايا واللي شرفني في البلاطو الاستاذ كريم مسوس، اخصائي تغذيه وحميه. اهلا بك كريم. اهلا بك اختي. اهلا بك في بيتك. بارك الله فيك. الله يسلمك. شكرا كثير، منورنا البلاطو كما يقولوا، ودائما ما نستغناوش على نصائحك. بيشترك وشرف ليا نكون معكم. شرف متبادل ان شاء الله نكون في خدمه المواطن المشاهد الكريم. يسلمك كريم. واذا كما سمعتني قبل قليل كنت قلت للمشاهدين انه موضوعنا هو اللمجه المدرسيه. كريم راح نسقسيك حاجه. احنا زمان كنا كي نروحوا يعني المدرسه كان الوالده تاعنا تحضر لنا حاجه خفيفه ندوها معنا كما نقولوا باش نتناولوها في الاستراحه. نعم. مثلا ندو معنا خبز ومعجون، خبز وزبده، يعني حاجه خفيفه. هذه كيما ندوش مثلا ندو ان كرواسون. نعم. في ميزك انه نشوف انه اطفال اليوم تبدلت، اللمجه تبدلت نوعا ما، والتفكير كذلك وتبدلوا بزاف امور. وعلاش؟ اول حاجه قبل ما نعرفوا وشنو هي اللمجه حبيت زعما اعطيني رايك هكذا، وعلاش تبدلت العقليه هذه؟ علاش من الخبز والزبده ومن الخبز والمعجون ومن الكرواسون ولينا ندو اشياء يعني والله ما تخطرش على البال؟ صح. هي ممكن على كل حال ممكن اقول هي يعني ظروف، يعني مش ظروف، تغير نمط المعيشة تاع الانسان وحتى سلوكيات المجتمع تغيرت. صح. اصبح التباهي اكثر من اشياء اخرى، ولكن تبقى يعني اللمجه عندها هي منحصره بين التكلفه والصحه. صح. بين التكلفه والصحه طبعا اكيد. دونك ممكن تكون صحيه، ممكن تكون مكلفه، تكون غير صحيه. وللاسف حاليا بعد ما الام اصبح عندها وقت ضيق ان صح التعبير، فوت الصباح اصبح يهمل غالبا فيما يخص دونك الطفل ولا المحفظه تاعو. الى جانب يعني الكراس والمقلمه كاين يعني ان فاريتي تاع المأكولات تكون داخل المحفظه تاعو. وهاد المأكولات اكيد حتى يعني ممكن تكون من باب التباهي، تكون ممكن من باب الطفل ياكل وخلاص، المهم يسكت وخلاص. وممكن تكون يعني تقول لك الام مادام ما سقاوش بيان على الاقل ياكل مع 10. واحتمال كذلك يكون الطفل يكون عنده نوريس كيجي على 12 ما يروحش لدارهم، تقول لك هذا ولد على الاقل نضمن له بني كلا ممكن. لكن كريم قلت كلمه مليحه، هضرنا صح، قلت لي انه ربما النوع من التباهي يقتل يمكن، لانه صحيح انه نشوفوا انه مثلا يعني وصحيح هذه تسرى اللمجه المدرسيه تحولت الى تباهي يعني. نعم. بين الاطفال بين تلاميذ يعني داخل المدرسه، وهذا شيء يعني ماشي مليح لانه تسرى بزاف. نسمعوا بزاف امهات تقول لك انا يجي وليدي للدار يقول لي زميلي جاب هكذايا، لكن كما قلت حتى القدره الشرائيه ربما الاولياء تاع هذا التلميذ ما يقدروش يوفروا له كما زميله. هذه هي. فبالتالي اسكو يعني هاد الاولياء خموا انه واش هو ياكل وليدك صحي ولا لا؟ لانه ماشي الفايده اني نعمر له كرطابو طبعا ندير له كيما نقولوا العوله كما نقولوا احنا بالعاميه داخل الكرطاب كيما قلت يروح لانوغيس، لا ندير الكوفريط وندير الكاطو وندير الشوكولا ومع لافا مثلا ربما هذا الاكل يعني ما حينفعوا. كريم انت كمختص. انا كل حال ممكن نحكي لك حكايه صار لي في حياتي من اللمجه الاولانيه. انا خطره ابناء تاعي حيت لهم اللمجه، قلت لهم اصبح ياكلوا مليح كياكلوا مليح 12 10 كيما واحد حاجه 12 جوج جعانين. صح. ما ياكل واش تحط لي ما ياكل. يعني انت نحيت اللمجه. نحيتها. حنقولوا لهاد النقطه. نحيت اللمجه بصح واش المشكل صرا لي؟ المديره تاع المدرسه استدعتنا قالت لنا بني درت لي مشكل. ماشي واحد ياكل واحد ما ياكلش.
سما فرضت علينا اللمجه هذيك، قال وليدكم لازم تجيب اللمجه باش ما يقعدش في وسط الاطفال وواحد ما ياكلش. ولينا نبداو مع اللمجه باش نحو دوك نتكلموا هكا اللمجه جد خفيفه ماشي وكاين مشكل صار ماشي بزاف يعرف صافي 2 جوغ هذا ما كان. راحوا الاطفال تاعي في رحله حتى على المسجد داو رحله، انا درت لهم اللمجه ماشي قصدي صحيه، انا قصدي اللمجه مادام في سفر في يعني باش يشدوا حمام الوان راحوا دونك سخانه، دونك ما نقدرش نديهم اسكار بلدان ولا نديهم اسمه ياور مستحيل. درت لهم شلاضه يقراص، درت لهم شلاضه وحنا ياكلوا شلاضه، درت لهم شلاضه طوماطيش خيار تاع الورق حبه بيض مغليه وقرعه عصير وقرعه تاع ما والفاكهه درت لهم. كي راحوا وجاو الملاحظه الاولى قالوا لنا بابا كاع جابوا دي ساندويتش غير بعث لنا شلاضه باش تشوفي الاطفال كيفاش يتعامدوا. صح يتعامدوا. قلت له وليدي قلت ماشي قصدي على الساندويتش، ما نقدرش ندير ساندويتش هنا في طوملات ممكن يقراص تديه معاك مايونيز صح، تديه معاك صباح وتاكلوا عاد طناش بلوس، ما عندك 4 سوايع 5 سوايع والسخانه. هذا هو السبب. سما كما قلتي صح يصرى الشاغل تاع الاطفال تاع اللمجه تاع العشاء هذيك دايره فوضى في القسم، دايره فوضى واش جبت واش ما جبت وخرجت وما خرجت. كاينه ما عندها ابعاد، يعني ابعاد سلوكيه تاع الطفل، وكما قلت ممكن عندها ابعاد حتى تباهي تاع الاولياء. صح. دونك كي قلت كي نجمعوا بين الصحه والتكلفه، هي اولا تكلف بزاف اللمجه طبعا بزاف. كنتبعوا بصح واش يدو واش يدو لانه قلت لك بين زمان ودوك اللمجه تبدلت. علاش حنا كنا نتقنعوا مثلا بخبز وزبده؟ هي الاصل تاعها بكري كانوا يمدوا الحليب في الدول الاوروبيه على 10 من اجل غطاء الحاجيات تاع الكالسيوم تاع الطفل. كان دول هذا كان دول فقيره خرجوا معهم من الحرب العالميه الثانيه، تسمى الطفل كان ما ياكلش وما حبوا يغطوا هذاك الحاجيات تاع الكالسيوم. عندك اخذ الحليب الساعه 10 كان يتمد مجانا، ولكن اصبحت اللمجه كالعاده. ومن بعد اصبحت اللمجه حتى الدول الاوروبيه عندهم مشكل كبير في اللمجه اصبح حاليا. اذا كيفاش تكلف الصحه؟ ربما هي مشكله العصر. لا اكيد تكلف الصحه وتكلف المال. علاش تكلف المال؟ كنشوف يعني واش يديروا الدراري باطا تاع حليب وشوكولا هذاك يدير 4000 5000 باطا وباقي كوفريت ديال 2500 تقريبا 20 تقريبا 200 دينار يعني لليوم. عنده واحد برك يدخل 7000، عنده زوج 14000 ثلاثه 25000. دوك يتكلف كل يوم ماشي يخطر في الغرض كل يوم. وهذه المشاكل تاع هذه المأكولات كلها بدون استثناء غنيه بالسكر البسيط وغنيه بالدهون المهدرجه جدا غنيه، وهذه دهون مدرجه اللي عندها يعني مشاكل كبيره في المستقبل، اهمها مشكل القلب والشرايين. وممكن سا ديفلوب لوبيزيتي مثلا. اكيد هذا اكيد بزاف. ما لاحظت انه الدراري تاع دوك السمان زياده على هذه ايبر كالوريك. هذه الاغذيه ايبر كالوريك، وهذا هو يخلي الانسان كي ياكل على 10 هذه الاغذيه هذه كي يجي على 12 يبدا ينيغوسي مع يماه يجي شبعان. صح يشبعان يتشرط حتى في الماكله. يتشرط ما ياكل عدس، ما ياكل لوبيا، ما ياكل باكاسي، ما ياكل بطاطا شطحه، غير بيض مقلي ولا كاش ما كاين حاجه ديرها ليماه. سي بور سا ولات هذا المشكل تاع هذه المنجه ولا مشكل كبير صحي وغذائي ومكلف كذلك. لهذا المنجه ممكن نمدوها ماشي ممنوعه، ماشي ممنوعه. كاين اوقات ممكن تكون اللمجه وكاين ما هي اللمجه. فيما يخص الاوقات اللمجه في حاله ما انسان فطر الصباح كان فطر خرج روطار من الدار صاريف، كاين بعد ما مشاكل يعني ما السهر مهم ما سخاوش مع الصباح. يعني ما كلاش بيان الصباح. هنا اللمجه مسموحه. اللمجه تكون لمجه صحيه اكيد اللي ما تخليش ما توعقش او ما تكونش كوبفان الغداء. لهذا لازم تكون عباره عن حاجه صحيه وخفيفه. فواكه العصر، فواكه الفصل عفوا، فواكه الفصل او الخضروات تاع الفصل. خاطر كنت مدرسه خاصه تكلمنا عن اللمجه، حبوا يغيروا نمط اللمجه. انا وقت اقترحت عليهم قلت لهم كل الاولياء واحد ما يجمع اللمجه، انتم اعطوها لهم مدرسه خاصه. قلت لهم اعطوا لهم خضروات، خضره فاكهه خضره على زروديه. ما ياكلوش الدراري الصغار ياكلوا الزروديه في الدار، في الدار ياكلوها في الدار، ياكلوها على 10، ياكلوا الخيار على 10، ياكلوا طوماطيش على 10، ياكلوا فاكهه على 10. هذو كلها مسموحه حبه بيض. هذو كلها فواكه يعني عفوا اغذيه صحيه غير مكلفه بزاف وبالتالي صحيه بامتياز للطفل. واهم شيء نحلوا الجوع في وقت العشره هذاك بلا ما تاثر على الجوع، يعني بلا ما تاثر على الجوع. باسكو الهدف تاع السيكول هذا تاع اللمجه هو نحلك الجوع تاع العشره ماشي تاع 12. صح ماشي تاع 12 طبعا. لهذا اللمجه دوك تنحي الجوع تاع العشره وتاع 12. هذا هو المشكل الكبير. نعم. لهذا فقط معليش استاذ نعاودوا نخرجوا فقط فاصل صغير باش نشوفوا فقره من فقراتنا. دوك انت راك تعرف بلي عندنا نعم. فقره نروحوا نشوفوا فقره على الموضه وراجعين باش نكملوا الموضوع جيد شيق مع الأستاذ كريم السوس. راجعين.
رجعنا لكم مشاهدينا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا كذلك من فقرتنا لنهار اليوم اللي كانت على الموضه، وان شاء الله يكون عجبكم واش اخترنا لكم في هذه الفقره. نعاودوا فقط نجددوا التحيه والترحاب لكل من التحق بنا الان، وباش نعاودوا نذكروا فقط رانا نهضروا على موضوع اللمجه المدرسيه اللي تحولت الى تباهي بين تلاميذ في المدارس، وكل هذا نناقشوه مع اخصائي تغذيه وحميه الاستاذ كريم السوس. نعاود نرحب بك مجددا. يسلمك. فقط كنت هضرنا قبل ما نخرجوا نشوفوا الفقره، كنا هضرنا على قلت لي انه يعني صح انه اللمجه هذيك باش نكسروا كما نقولوا فقط شويه هذاك الجوع اللي يكون يحكم الدراري، ربما بالك اللي ما ياكلوش الصباح مليح ولا يجوا هكذاك، فيعني ياخذوا هذيك اللمجه تاعهم باش يخفوا من الجوع لو طول يخرجوا من المسجد ويولوا للدار ويفطروا عادي. طبعا لكن نشوف يا كريم انه تبدلت الامور، لانه حتى راهي ظاهره ولا لا توندونس في العوام الاخيره تاع اللانش بوكس. وباش يعرفوا انه اللانش بوكس ماشي فاهمين وشنو هو، يعني بكل صراحه، لانه كاين فرق كبير بين اللمجه واللانش بوكس. هذا اللانش بوكس هذا هو كما يقولوا يعني هو عباره على بديل الوجبه الغذائيه، ماشي اللمجه. على هذيك اللي نشوفوا دوك لي بواط يتعمروا من كل شيء ويدوا معاهم، لكن هذا الشيء اسمح لي راهم يدوه الصباح. يعني المشكل انه الاطفال اولياء الان يتبعوا اولادهم، يجي الدار يقولوا انا زميلي شفتو جاب لانش عمره يديروها صح ويديروها. وتشوف انا صارت لي يعني حتى مع وليدي الصغير يجي يقول لي قلت له بصح انت راك صباح تاكل وتدي هذاك ولا يرجع لي واش يديه يرجعوا يعني سايستو كما نقولوا، لكن ولا يرجع لي داك اللانش بوكس كما ما يمسوش. يعني هذا الشيء هذا اللي حبيت نلحق ليه، انه لازم نعرفوا انه احنا ما راناش كما الاوروبيين نوعا ما، يعني حتى طبيعه المعيشه تاعنا ما راهيش كما الاوروبيين، اوقاتنا نفس الشيء، عاداتنا نفس الشيء. فبالتالي واش رايك في هذه الظاهره تاع اللانش بوكس؟ يقول ظاهره كما نقولوا قنبله مؤقته لصحه الطفل في المستقبل، لان قلنا الهيبر كالوريك بشكل كبير، فيها طاقه، والطاقه اللي فيها بعض طاقه فارغه. طاقه فارغه معناتها كل غذاء يمد لنا الكالوري بدون منافع. لو كان تشوفوا كيف العلبه هذيك اغلب الاحيان كاين عصير تاع المتاجر، كاين كرواسون ولا بتي بان، ممكن يكون فيه فاكهه ولا خضروات بصح تطغى عليه الاغذيه الغير صحيه طبعا، وبالتالي الاغذيه غير صحيه راح تتراكم على الطفل في المستقبل. واهم ممكن يكون اهم مشكل قد يصادفوه هو السمنه اللي هي ظاهره العصر. كيقولوا السمنه كل امراض العصر، تجي الضغط الدموي، مرض القلب، مشكل تاع الكوليسترول في الدم، دهون ثلاثيه، بعض امراض السرطان، حتى مرض السكري. يعني هذا انسان نعم انسان الوقايه من اليوم هي مليح. كما نتكلموا على اهميه اللمجه، كما اهميه فطور الصباح، صح. لازم يكون فطور الصباح هو يسبق. وبعض الناس يقول لك انا ولدي ما يسقهوش المعركه الصباحيه هذيك، تاكل ما ناكلش تاكل ما ناكلش. فيها بعض الحلول. اهم حلول شنو هي؟ الطفل ينوض شويه بكري، ما يسهرش بزاف، والكورطه تاعو توجد في الليل ماشي مع الصباح، باش ما يضيعش الوقت تاع الصباح هذاك. فطور الصباح يكون جماعي باش فتحنا الشهيه تاع الاكل هذاك. فطور الصباح هذاك يخلي الانسان يبدلو دفعه طاقويه. والاهم شيء فطور الصباح مش حنتكلم عليه بالتفصيل، بصح اهميته انه ما يكونش غني بالسكر السريع. لان السكر السريع كي ناخذ الطفل بجينا من الصباح قهوه حليب، السكر، المعجون، كرواسون، شوكولا، هذه السكريات البسيطه واش تخلي الانسان كي ياخذ الطفل كي ياخذها واش صرالو اثناء ذهابه للمدرسه ووجوده في المدرسه، هذاك السكر واش يدير؟ يقوم بحد البنكرياس على فرز الانسولين. ومادام يفرز الانسولين كميه كبيره باسكو كلا بزاف السكر، يصير نوعا ما انخفاض سكر الدم. هذا انخفاض سكر الدم هو اللي يخلي الطفل في قلق وهيجان وكلام، تسمى في الفوضى هذيك يديرها جراء انخفاض سكر الدم، جراء الفطور الصباحي كان ماشي مليح. وهذاك الفطور الصباحي هذا واش يدي؟ هذاك الفطور الصباحي غير صحي يدي الى يجوع في الطفل، باسكو انخفاض سكر الدم يدي الى الجوع. لكن ياكل يبعث لي يماه مع الصباح، تسمى كلا الصباح كل على 10 ويجي على 12، هذا يدي مع الوقت تراكم الدهون والسكريات والكالوري اللي يدير مشاكل مستقبل، مشاكل صحيه. هذا اول خطوه باش تكون اللمجه صحيه هي فطور الصباح، يكون صحي، يكون ما نقولوش نقولوا فقير من السكر البسيط، وغني يكون غني بروتين، يكون حبه بيض مثلا، ويكون فيه خبز كامل الدسم يجد لنا الجوع حتى ل 12. هذا فقط سؤال يعني اسمح لي، واش رايك في خبز ومعجون مثلا مع الصباح؟ ماهوش كارثي على كل حال، لكن يعني مع الحليب بيان سور ماهوش كارثي. وخاصه واش ننصح للامهات لو كان نركزوا على خبز الكامل. عاد الخبز الكامل قلنا فيه الالياف. نقولوا بالك الدراري كريم ما يحبوش لو غو تاع الخبز الكامل، ما يحبوش ياكلوا البيض الصباح. انا شوفي انا نقطعك في هذه النقطه هذه، ماشي احنا علمناهم. صح. واحد المثل واش يقول لك المثل الشعبي، مثل الشعبي يقول لك
راجل كيما ولفتيه ولدك كيما علمتيه. صح صح. سما ولدك كيما علمتيه. اول مدرسه غذائيه هي الوالدين، اسمها ثقافه العائله يكتسبها الطفل في عائلته. يعطيك الصحه. طبعا دونا كان الطفل حنا ولفناه من الصغر ياكل الخبز الكامل وياكل البيض ياكلهم، ما ولفنوش ما ياكلهمش. سي بور سا الطفل مع الصباح يعني حاجه يعني رائعه، اقول رائعه. لو كان مع الصباح ياخذ فطور الصباح تاعو حبه بيض وشويه خضره، ولا كانت كاينه فاكهه تاع البارح اللي ما كانش ماشي لازم تكون بيان سور، والمشروبات اما حليب او ماء، السوائل بصفه عامه. لكن احنا نهضروا مثلا كشعب جزائري احنا معروفين انه نوضوا الصباح عندنا قهوه حليب، ياخذ الحليب تاعو ماشي مشكل، خبز ماشي معجون، بس احسن حاجه هي زبده. اوكي. باسكو الزبده فيها فيتامين ا وفيها فيتامين دي اللي يقوي المناعه ويشد الجوع خير من المعجون. باسكو نعطيك مثال، دوك الخبز الحرفي يقدر يلحق الدم ويستهلك اكثر من الخبز بسرعه اكثر من الخبز اللي فيه شويه ليدام. دوك مليح الطفل نديرو شويه زبده ماشي مارغرينا، يقول زبده شويه زبده ولا شويه زيت زيتون. ممكن بعض الناس يقاطعوني يقول لك في المشاهدين يقول لك زبده غاليه. نديروا معادله بسيطه باش نبدل من الزبده ماهيش غاليه بالمفهوم اللي نشوفوا فيه حنايا. الناس اللي عندهم في الدار في الاسره اللي فيها 7 عباد مثلا، 7 ولا 5 عباد، نقولوا 5 عباد. 5 عباد كاين كرواسون واحد 2000 فراك 10000 صح 10000 نقدروا نشوفوا 10000 زبده عند اللبان بجوج خبزات وكاع ياكلوا بشويه خبز بشويه زبده. سما تقال لك احسن من الكرواسون من الناحيه الصحيه ديالو. لهذا الانسان كي يشري زبده ماشي نقول لك شري كيلو زبده ولا شري صح ماشي كيلو كميه قليله، مسحه زبده في الخبز اولا فيها فائده عباره عن دهون طبيعيه، فيها فائده كبيره من الانسان بحيث ياخذها باعتدال وتدلو الجوع خير. دوك مع الصباح احسن فطور الصباح نشوفوا انه شويه خبز بشويه زبده، وخير لو كاين خبز الكامل. علاش الخبز الكامل يشد الجوع خير باسكو فيه الالياف يشد الجوع خير، والطفل دائما يكون جيعان بين 8 و10 الا خذا الوجه. حتى الخبز الكامل مع الزبده تشد من 8 حتى ل 11 ونص تشد له. لهذا الخبز الكامل قلت لك هي عاده يمكن نلفوها لاولادنا الخبز الكامل، سواء نشوفهم عند المخبزه سواء يزيد يحضروه في البيت. هذه احسن وجبه. لكن الكرواسون مره على مره ماهيش نهايه العالم كذلك. اذا اصبح بيسقاو بكرواسون قهوه حليب هي شوفي نكونوا صرحاء مع المشاهد الكريم، مستحيل اتحدى كل واحد يخزر فيا تبع غذاء صحي 100% على الاقل شهرين. صح مستحيل. ما تحب نقول لك بعض الناس نحب ناكل بيو، مستحيل. يعني ما تكون باسكو النمط المعيشي تاع العالم باسره تغير. حنا نسيو ليميتيو لي ديغا ماشي نحيو لي ديغا، نحدوا من المخاطر ماشي نحيوها كاع يتيك. لهذا الانسان طفل يحب ياكل كرواسون مع الصباح يقدر ياكل كرواسون مع الصباح بشكل يومي، هذا ما كان ماشي بشكل يومي. سما مره على كرواسون حلوى الطابع والخبز والزبده، خبز المعجون واش عليه بصح خبز بالاولويات هو خبز بالزبده باش يجي الخبز بالمعجون ما يجي الكرواسون الاولويات. شكرا كثير كريم. ودوكا كذلك مشاهدينا نروحوا نشوفوا واش رايكم، نروحوا الى فقره جمالك اللي كامل تحبوها وتحوسوا عليها. يلا ما نطولش عليكم، فاصل وراجعين باش نشوفوا واش جبت لكم اليوم. اعتني بشعرك حسب طبيعته مع لاغام بروفيسيونيل لفيفاكوس. ولينا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل باش نشوفوا جبت لكم اليوم في الفقره الجماليه. واليوم كذلك انتم اللي راكم تطرحوا علينا عده انشغالات واسئلتكم راهي تلحقنا واكيد ما نجوزوش عليها مرور الكرام. اليوم احنا نهضروا على الهالات السوداء، لانه مشكله كبيره عند الرجال ولا عند النساء، خاصه اللي يسهروا بزاف وكذلك يشربوا بزاف الشاي وياكلوا مكسرات كثيره، وكذلك اللي يستعملوا يعني في الليل بزاف لو بيسي كما نقولوا ولا يسهروا هما بالتليفون، وفي نفس الوقت كذلك كما نقولوا ما ياخذوش الوقت تاعهم ولا القسط تاعهم من النوم الكافي. فهذه عاده سيئه. يعني اول حاجه نقول باش تتهناو من الهالات السوداء لازم اولا نتفاداو كل هذه العادات السيئه باش نتخلصوا منها. لكن دائما احنا نجيب لكم ديزاستوس يكونوا كذلك من البيت تاعكم وفي متناول الجميع. واليوم جبت هنايا شوفوا راكم تشوفوا هاد لي زانفيوزيون، هذا شاي شوفوا هاوليك خليته في الماء تاعو هكا باش تشوفوه. راكم تشوفوا هاد لي زانفيوزيون هادو تاع الشاي ما نرموهمش، مهمين جدا. الماء هذايا شتو كي تشربوا الشاي تاعكم خلاص رانا درنا الشاي نقعنا الشاي في الماء الساخن صح، هذا يسمى تشرب، وهذا احنا اون لابيتود يعني نرموه. الان ما لازمش نرموه، راح نعصروه مليح بهذا الشكل هكذا
من بعداتيك واش نديرو؟ راح نحطوه مباشره فوق العين تاعنا ونخلوه هكذاك، يعني نتكسلو ونسترخيو تماما، ونحطوا هاد لو بتي باكي هدايا، الكيس الصغير هدايا عفوا فوق العين تاعنا، ونخلوها مدة 4 ساعة. نحسوا انه حاجة تاع الريح راهي تنجبد، يعني لانه علاش الشاي مفيد جدا يعني لنزع الهالات السوداء ولا للتخلص من الهالات السوداء. حتقولوا لي واش من نوع تاع الشاي؟ نقول لكم اي نوع تاع الشاي اللي يكون داخل هذه الاكياس الصغيرة. اوكي، راح ناخذوها نحطوها كما قلت لكم في العين تاعنا منو منا بيان سور، ونخلوها 4 ساعة حتى 20 دقيقة، ما يصرى والو، بالعكس راح تصفى المنطقة هذه، لو بورتور تاع العين تاعنا رايح يصفى. وفي نفس الوقت كما نقولوا يعني حتى اللي عندهم مثلا العمش، يعني عندهم مشاكل كذلك في العين تاعهم، صدقوني رايح يطهر، لانه الشاي يعتبر كذلك كمطهر طبيعي. هذه العشبة الشاي الاخضر خاصة الاخضر ولا الاسود تعتبر مطهر طبيعي. اذا كما راكم تشوفوا تقولوا لي شحال نديروها؟ نقول لكم ديروها مرتين في الاسبوع، 3 مرات في الاسبوع. اللي عنده هالات بزاف يقدر يديرها حتى يوميا، بالعكس راهي راح تفيدوا وما راهيش رايحه تضروا. اذا نقول لكم مشاهدينا ان شاء الله تكونوا استفدتوا كذلك من فقره اليوم اللي كانت فقره جمالك باش نتخلصوا من الهالات السوداء. نقول لكم فاصل وراجعين باش نكملوا دائما موضوعنا اللي هو اللمجه المدرسيه. من شجرة الأراك المباركة بدأ كل شيء. مسواك فيفاكوس من خلاصة المسواك الطبيعي لأسنان نظيفة وصحية. مسواك فيفاكوس يتميز بخصائص ضد البكتيريا، ويساعد على تقليل تسوس الأسنان، ويحافظ على صحة اللثة وينعش رائحة الفم. مسواك فيفاكوس في حلته الجديدة وبأحجام مختلفة، يخفف حساسية الأسنان ويزيل رائحة الفم الكريهة. مسواك فيفاكوس حماية كلية للأسنان واللثة. فيفاكوس صحة وجمال. ولنا لكم مشاهدينا ان شاء الله تكونوا استفدتوا كما قلت لكم من الفقره الجماليه تاعنا تاع اليوم. ونعود دائما نذكروا بموضوع العدد هو اللمجه المدرسيه، ولا حتى يعني تباهي باللمجه داخل المدارس بين التلاميذ. دائما مع ضيفي اللي راه مشرفني اليوم منور البلاطو هو الاستاذ الكريم مسوس، اخصائي تغذيه وحميه. اهلا بك مره اخرى كريم. اهلا بك في بيتك. يسلمك، يعطيك الصحه. يسلمك كريم. نعاود له دائما لموضوعنا، وحبيت نسقسيك حاجه، انه انا واحده السيده بعثت لي قالت لي عندها الطفل تاعها عنيد جدا، واللمجه تاعو يحب تكون عصير مصنع ويعني كيس تاع شيبس. نعم. اليك انت اللي تهدر. على كل حال الطفل والام تاعو معركه دائمه في الماكله. بصح يقدر يربح المعركه بس ما يربحش الحرب. ممكن تسمى يقدر يغلبها نهار يومين، بصح ما تحط في راسها خطه بني على شهر شهرين العام الجاي نحلوا هذه العاده. من الشيبس انا شخصيا ما نصنفوش غذاء، باسكو كارثه والسموت تاعو ماشي غالي المشكل. سما اي طفل قادر يشريك او يتباع متناول الجميع، يتباع 1500 3000 1000 فرنك. سما اي واحد قادر يشريه. دوك راه مشكل كارثي هذا الشيء هذايا. دوك نقول باش نقول على الشيبس، شوف باش نوضح لها الصوره فقط. البطاطا 100 غرام فيها 80 كالوري، سما شيء عادي جدا. كي تكون مقليه تولي فيها 400 كالوري، كي تكون شيبس 600 كالوري. وبالمقابل 600 كالوري الفوائد تاعها زيرو. سما طاقه فارغه وكارثيه في نفس الوقت. وتسمن كريم بزاف، تسمن بالمرض ماشي تسمن. كاين تسمن بالخير عادي. ماشي ما يزياش. كاين تسمن بالمرض، تسمى موت شاحب، شعره يطيح، طفاتي يتكسروا، اسمها سمانه مريضيه تسمى. لهذا الشيبس نصيحه الاولياء انهم يبتعدوا عليه قدر الاستطاعه، ماشي قد يبعدوا عليه ديريكت، يبعدوا عليه. على بالك تمرد غذائي، الطفل تاعك يشرب يقول لك مع اصحابه صح اخف الاضرار، ماشي كما تشري كل بالشيبس. حتى ولا كان مع في الساحه كلا ولا مع اصحابه يسولي يديروا على كل حال، وما سولي يديروا هاد الدراري. بصح على الاقل ما نكونش انا ما نولفوش كي نخرج نقضي نشوي له الشيبس ليه. على الاقل هو عنده افكار باطنيه بلي ماشي مليح الشيبس، يجي نهار وين يحبسوه. لهذا نصحها ان الشيبس تنحيه حاله استعجاليه. العصير ما نقولوش هو اكيد ماشي مليح، لان صح مدون فيه فيتامين سي، ولكن يبقى نوعا ما اخف الاضرار من الشيبس. ماشي معناتها مليح، ما كاع ماشي ملاح،
اسمها الشيبس اكثر منه في المشاكل. بس ما يجوز تقدر تعطي له العصير مره على مره مره على مره. لهذا نقولها بني حاله استعجاليه سي حبسيه له، لان راه في مسار غذائي يعني كارثي، وخاصه كان ياخذ بشكل منتظم يومي، بشكل منتظم. بالك خذ اسبوع وعشيه بالك. لهذا انسان نقول لك ما نقولكش بشويه، هذا زاد في معركه النهار الاول بس ليش لا عندك الحق. يعني ممكن كذلك تقول له مثلا يسوس الاسنان، توري له دي فيديو على الاطفال يعني اسنانهم مسوسين باش يخاف، او شفت لاغار ديال مشكل كبير. هذا كي نكون خارج من المنزل رايح للعمل تاعي، لكن هو محبوب عند الاطفال كاع شادين الشيبس، كاع في يدهم الشيبس. واما الشيبس زعما وداك الساشي تاعو جاي في السخانه مقابل الشمس صح. يعني والله غادي يتاسف يقول لك يمنعوا نهائيا الاطفال تاعو. ونقول لك ما تمنعيه، كاين تمرد غذائي عند الاطفال ولكن يكون اخف الاضرار. صح. تسمى كيبدلوا لي صحبوا ولا في الساحه ولا زوج ماشي كيس كيما كوس كل يوم، وكي تشيه له كانك تشجعي فيه، كانك تميلوا بني غذاء عادي. هذا ننصح الام هذه بعد على قدر الاستطاع. والعصير تحاول من مره على مره كما نقولوا تنحيوه ماشي كل يوم، تخليها يشرب مره على مره. احسن نظن الماء صح بصح الطفل يرفض الماء، الطفل الصغير. عاصي يكون عصير طبيعي ولا على الاقل يكون بكميه قليله لغايه ما انسان بالك الطفل يتوعى ان شاء الله من الاسره ديالو، ماشي على الاقل ينقص منه. لان قلت لك الطفل العاده الغذائيه تاعو يكتسبها من الاسره. اذا كان الاسره ما يحبوش ما يميلوش بزاف هذه الحلويات والمشروبات، الطفل راح يشربها ولكن ما يميلش لها بزاف. فاذا كل يوم قرعه كازوز، كل يوم قرعه كازوز، كل يوم عصير، الطفل اكيد راح يكبر عليها ويتعود عليها وتولي حاجه من حياته اليوميه. صح. لهذا قلنا اول خطوه واول مسار غذائي صحي تبدا في الاسره. اكيد وبعد كاينه في الروضه طبعا، كاينه في المدارس، لان في المدارس كاين مطاعم مدرسيه الحمد لله. بكل صراحه الله يكثر خير الدوله. يعني كاين اطفال كنقول لك بحاجه بالك انا كنا كنتفكرها. تفضل احكي لنا تفضل. الحمد تاعي تشوك تفضل. خطره امراه قالت لي ولدي ياكلوا في المسجد، فقيره والله قالت بهذه اللهجه قالتها لي، قالت لي ولدي يشبعوا في المسجد. الحمد لله يعني الدوله تبدل هذه الوجبات الغذائيه للاطفال. تسمى يعني مكتسب نحافظوا عليه. وعاش لما نتكلموا على الموضوع تاعنا، هذه الوجبات المدرسيه كيف راهي عباره عن مدارس ورشات غذائيه صح التعبير للطفل كيدخل كياكل على 12. وباك الطفل كياكل في المدرسه ولا كياكل في المخيمات الصيفيه، يبتعد شويه على الاسره ديالو، ما يوليش مفشش بزاف، ما يوليش يخيل الماكله بزاف، ما ياكلوش يحطوا له دوك كيما اذا هذه العباره عن الورش الغذائيه اما المخيمات الصيفيه واش لقى ياكل وندربوا فيه في الغذاء الصحي. مثلا في المدرسه يحطوا له شلاضه ياكل شلاضه، يحطوا له حبوب اليابسه ياكل حبوب اليابسه. بالمناسبه الكمساك عباره عن كنز غذائي، عباره عن كنز غذائي، وبالتالي الطفل راهو يكتسب عاده غذائيه صحيه جراء تناول الغذاء تاعو في المدرسه او في المخيمات الصيفيه. لهذا كنقولوا الغذاء تاع اللمجه تاعنا انسان اللمجه باش تكون يعني اذا كانت واجبه. شافت الام وليدها مع الصباح ما ياكلش مليح ولا عويدي ما ياكلش مع الصباح، تعطي له لمجه، تعطي له خضره مخضروات الفاكهات كما قلت، شويه خبز بشويه طوماطيش تاع الحب مثلا، ما تمدلو حبه فرماج يحلها كي يلحق المدرسه ديالو. تسمى اشياء تكون صحيه وتكون ما تشدش الجوع حتى ل 12. لكن كذلك كريم ما تظنش انت انه تبدل كذلك شويه النوع تاع اللمجه ولا حسب مثلا الوقت كما قلت مقبل صح، والوقت اكيد والانفتاح ثاني على المواقع التواصل الاجتماعي تخلي الاطفال يشوفوا واش كاين، يحبوا الشوكولا ولا انواع يعني، لانه دي فوا يسون اتيري بار دي جاجات كاين في الشوكولا، ولا يقول لك انا ندي باش يتباهى يفتح على 10 وهذا هو كما نقولوا اللذه ديالو، يعني المتعه تاعو في هذا الشيء لما يوريها. ولما مثلا يدو ديك البيضه اللي تكون فيها لداخل انجوي، لانه بزاف اطفال يدو البيضه. على كل حال الانسان يتاسف بهذه العادات السيئه الداخله علينا، والامهات دخلوا في هذا اللعب دخلوا في هذا الجو تاع الاولاد تاعهم. انا ننصحهم انهم يحطوا حد لهذه الظاهره السيئه اللي عندها الدور السلبي على صحه الطفل، على المال، على الجانب الاقتصادي ثاني، وعلى الحاله النفسيه تاع الاطفال اللي كاينين في المدرسه الزملاء تاعهم. وكيف صارت حادثه حكت على واحد الطبيبه كانت مدلوم جال الطفل تاعها مع الصباح بحاله عفويه، على كل حال بحاله عفويه. قالت لها الاستاذ تاعها، قالت لها صرا فوضى كبيره على اللمجه، قال لك قبل ما تلحق العشره يحب يفتحها هو وصحابه ويمتد بهم، قال لك مازال ما لحقش العشره،
هاد هذه فاش مليحه لحات له كاع اللومجه، لحاتها له كاع يديك، ما تاخذ الفطور الصباح تاعو صحي كامل. احسن شيء. ويجيك جاع 12 كما قلت لك، جاع 12 ياكل بدون بلا ما ينيغوسي، مش كاين ياكل، وبالتالي نرجعوه المصدر الغذائي تاعو الصحي. وحتى الفواكه الفصله ممكن بعض يعني المشاهدين يقول لك غاليه، هي كاين بعض الاوقات وين الفاكهه تكون رخيصه يعني ومستوى تاعها معقوله جدا، كنقارنوها بالكرواسون والبتو بان ولي جي توا. مثلا ناخذ مثلا فصل زي كاين مشمشه ولا مشماش ولا حبه مشماش، مستحيل تكلفنا فوق 2000 فرانك، مستحيل كي توزنيها، مستحيل. مثلا دي فوا تاخذي مثلا حبه مندارين كتوزنيها وتخلصيها للبائع تاع الفواكه، مستحيل تفوت 3000. في المقابل المنتج تاع دركا يتكلف على الاقل 7000. صح، لأن تكلفه كبيره كما يقولوا. نعم. معليش احنا فقط كذلك نزيدوا نكسروا شويه الحديث تاعنا ونكسروا الروتين ونروحوا الى فقره اخرى كذلك تحبوها، فقره زيني دارك. اذا مشاهدينا ما تروحوش بعيد، نخليكم تشوفوا فقرة زيني دارك وراجعين. ولينا لكم مشاهدينا، ان شاء الله تكونوا كذلك عجبكم واش شفتوا اليوم، واش خيرنا لكم في فقره زيني دارك. ودائما نعاود نذكروا فقط بموضوع العدد اللي هو اللمجه المدرسيه، خلينا نحكوا عليها مع الاستاذ كريم السوس. نعاود نولي لك في سؤال اخر ونقول لك اكيد الاطفال، كاين اطفال مرض راهم يقراو كذلك في المدارس، مثلا اطفال مرضى السكري، هادو مثلا واش نقدروا نقولوا الاولياء تاعهم واش يدوا معاهم، لانه راهم في المدرسه ممكن يتشهوا واش يجيبوا يعني نعم. زملائهم واش تقدر تنصحهم كريم؟ فيما يخص اللمجه تاع الطفل السكري هي كاين نوعين. كان يعني كانوا بكري كان هناك الانسولين بطيئه والسريعه، صح. ولا دوك السريعه هذيك سريعه كيديروها على 12 في 10 على 10 ندير لو بيك تاعها والسكور يطيح. انا لازم اللمجه فيها كربوهيدرات تسمى خبز، اغلب الاحيان كاين شويه خبز ولا فاكهه، لازم السكر تاعهم باش ما يطيحش قبل ما يطيح السكر. هذه كانت ضروريه، ولكن الحمد لله حاليا كاين انسولين انالوج الدوله تسخر فيها المرضى السكري وتمذكر شفاء يعني مجانا عند الشمال السنالي. تسمى هذا الانالوج ما تسحقش اللمجه هذه. دوك على حساب الطبيب تاع المريض السكري، الطبيب تاع البيدياتر الى مدلو الانالوج هنا ما يسحقش اللمجه، ما يسحقش باسكو ندار اثناء وجبه الفطور الصباح وتندار على 12 كيفطر. ولا كان خذ اللمجه باسكو جاع، هذا اللمجه ما تكونش اللمجه غني بالكربوهيدرات، مثلا ياخذ حبه بيض
ولا ياورت طبيعي ولا بتي سويس. هذا الشيء تحضروا الوالده في البيت نعم. يعني. ولا ياخذ الفواكه اللي فيها سكر قليل، مثلا نص حبه تفاح ولا شويه فراوله ولا دلع دركا مثلا الا كان دلع. دونك هذا فيما يخص المجهدي في حاله ما يسمى ينحي بها الجوع اكثر من وقايه من يخفض سكر الدم تاعو. هذا اللمجه تاع الطفل السكري عندها علاقه بالطبيب المعالج ديالو، هو اللي يحدد واش يقدر ياخذ لمجه فيها كربوهيدرات او لمجه بغير كربوهيدرات. قلنا لا فيها كربوهيدرات قلنا شويه خبز ولا شي فاكهه الفصل، ولا كان لمجه بغير كربوهيدرات كما قلت ياخذ ياغورت بتي سويس ريجيم ولا حبه بيض مغليه، ولا بعض الفواكه اللي قليله السكر كما لا فريز، خاصه لا فريز يقول لك ما فيها قليل ما تاثرش بزاف على ارتفاع السكر، معناها ينحي الجوع اكثر من وقايه من انخفاض السكر. كذلك مثلا وشنو هي ممكن الاطعمه اللي ممكن نتجنبوها باش ما يدوهاش ولادنا للمدرسه؟ هي شوفي هي اطعمه الكارثيه هي اللي فيها سكر مركز. قلت لك السكر المركز ياثر على حتى التفكير تاع الطفل، المردود الفكري تاعو ياثروا، باسكو السكر البسيط قلنا ياثر على افراز الانسولين، بالتالي قد يكون هناك اعراض انخفاض سكر الدم جراء افراز الانسولين بكميه كبيره، وهنا انخفاض سكر الدم عنده اعراض بزاف ماشي من الطفل. منها قلت لك القباحه كما يقولوا، القباحه والحركه هذيك. دونك الانسان هنا يمكن ياخذ فواكه الفصل، شويه خبز، شويه معجون، ولا بشويه خبز بشويه فرماج، ولا شويه خبز شويه طوماطيش، خير وخير. حيولي للدار ياكل. هذه هي عباره عن اغذيات نحيلوا الجوع مليح بلا ما يحلوا الجوع حتى 12. ولا يقدر مثلا يدي بعض الحالات كرواسون بتي بان ماشي صحيين، اكد على 1000 مره، لكن حاله استثنائيه ما راهيش تضر، حاله استثنائيه. تسمى هذه حالات كما نقولوا استثنائيه. طفل خرج مع الصباح حاب ياكل كرواسون في الطابله ما كلاهاش، حطوا له يماه داها معاه، هذا مشاكل بها لا يحصل مشاكل صحيه. صح. لكن بشكل دوري بشكل يومي هذا يقدر يكونوا يعني مشاكل للطفل. ولكن الشيء نركز عليه بشكل كبير، قد ما انسان خذا فطور الصباح تاعو بشكل رائع يعني. جيد، ونفتح جدا مهم، باسكو كاين بعض الناس معارضين فطور الصباح، باسكو كاين دراسات تقول بان يستحسن اجتناب فطور الصباح، كما هناك دراسات تقول لازم ناخذ فطور الصباح. دونك الانسان باش ندخل في هذه الدردشه هذه، هذه حاجه عندها موضوع خاص. في حاله ما الطفل خذا فطور الصباح تاعو بشكل كامل، انا اؤكد ان اللمجه ما عندها ماشي ضروريه، من الاحسن ينحوها. اذا حبت تمد مع حبه زروديه ولا حبه خيار ياخذها شيء رائع. ولا كان فطور الصباح تاع ما خداش حاله استثنائيه، ما خداش ظرف من الظروف العامه والحاله العائليه، هنا ياخذ لمجه اكيد، بس ما خداش فطور الصباح. هنا يمكن هنا احسن حاجه هي كربوهيدرات بطيئه، احسن حاجه هي خبز زائد ماده اللي تخليه بطيء الامتصاص، كما قلت لك شويه خاصه طماطم تاع الحب، ولا مثلا تكون شلاضه، ولا كان شويه معجون كذلك ماشي مشكل. انا باش مع سوائل، تكون مع قرعه عامه ولا عصير طبيعي تاع. وكذلك يعني هذه الطريقه اللي حكيت عليها، يعني نوع تاع المواد مثلا قلت لي طماطم وسلطه، حاجه خفيفه ما تسببش كذلك سمنه، لانه اغلب الامهات الان يشتكيو يعني الاولياء من فرط السمنه المفرطه عند يعني الاطفال تاعهم، تقول لك خاصه اللي ما يديروش سبور ويزوم يعني ما كاش حركه ما كاين والو. هي احسن حاجه اللي كانوا نشوفوا، يعني انا في رايي هنا في كاقتراح ماشي نصيحه، اقتراح كنشوف مع المؤسسات التربويه، مع اولياء التلاميذ، باسكو عندهم دور، لازم يكون دور، لازم يكون تكون لمجه موحده زعما. نعم لمجه موحده، ولا تكون وحده اللمجه عباره عن خضروات. لمجه مثلا برنامج على اللمجات، مثلا احد اثنين ثلاثه ما كانش حد اثنين كاين لمجه تاع خضروات، الاربعه فاكهه الفصل، والخامسه كاين لمجه تاع خضروات. ثم الطفل كيدي معاه زروديه وصاحبو يدير معاه زروديه ماشيش حرج، بصح مشكل كبير وليد كيدير زروديه ولا يدير مثلا خيار، والاخر يدير ساندويش ولا يجيب قرعه تاع جو ولا يجيب كاس شوكولا، مستحيل راح يتحط المقارنه كذلك، اكيد راح الحاله النفسيه تاعو تدبدب وتسائل علاش ناخذ، وعلاش هو هكذا وانا لا. نعم، بدك ممكن يكون تباهي بنخرجوك على صح. لهذاك كنت تفوق تعامل بين اولياء التلاميذ والاداره، بحيث حتى واحد ما يجيب المجال. لا اقتراح جد مهم، غير الخضروات، ونشوفوا بان مع الوقت ممكن دير مؤسسه هذه التجربه. انا اكيد احنا عندها مع الوقت المؤسسات، باسكو كاين فيها فايده حتى الاولياء، فايده صح. نقص المصروف، نقص المصروف، وبالتالي سنذبح صحه
صحته ويربح المال تاعو جراء تصحيح خطا من الاخطاء الغذائيه تاع النهار اللي هي اللومجه، واللي قلت لك راهي دايره تجزا كبيره عند الاطفال خاصه، عند الاطفال يعني الكتب تاعو معمر. لا انا وحده ولا غير كاينه وحده كذلك تشري لبنتها واحد النوع تاع الشوكولاته اللي معروف يعني، ومستحيل كما نقولوا الطفل لما يشوفها تاكل ما يقولهاش مدينه. صح. فبالتالي يعني قالت لك كل ما تروح صباح تفتح هذاك لو ساشي تاع الشوكولا هذيك يدوروا بها كامل، يبقى هي تاني يديروا لها استدعاء، قالوا لها غيري لها اللومجه لانه سببت لهم مشكله كبيره. يعني حتى ولو الدراري كما نقولوا يضربوا معاها باش تمدلهم، يعني خلق نوع من الشجار بسبب هذيك الشوكولاته. يعني هذو اطفال اللي يقول لك انا وليدي حكينا عليها المره اللي فاتت، كنا على وليدي على اللومجه، قلت لك جا من الدار جا من الرحله، قال عاد بعث لي سارات، صحابي قاعد يبغي ساندويتش ياكل ساندويتش. وي هذه هي الاطفال هذو هما كريم. والان كذلك مشاهدينا ما نطولوش عليكم باش نروحوا نشوفوا فقره اخرى اللي هي فقره صحتك في بيتك، ما تروحوش بعيد. ولينا لكم مشاهدينا باش نشوفوا جبت لكم اليوم في فقرة صحتك في بيتك. اليوم كذلك عندي حاجة مهمة لكم انتم اللي هي الأوميغا 3. معروف انه كل واحد فينا لازم ياخذ كمية كما نقولوا معتبرة من هذا الأوميغا 3، لانه كثير من الناس يقول لك موجود في السمك، ماشي كاع الناس ممكن تاخذ يعني الكمية اللي لازمة في اليوم تاع الأوميغا 3، لانه السمك ماشي كامل الناس ياكلوه. لكن كاين شيء ثاني من البذور، هناك نوع من البذور اللي فيه هذا الأوميغا 3 اللي نسحقوه احنا في الجسم ديالنا. وشنو هما هاد البذور ولا هاد العشبه ولا سميوها كما حبيتوا، اللي هي بذور الشيا. بذور الشيا كما نقولوا ملعقه صغيره هكذا تاع القهوه تعادل 1000 ملغ من الاوميغا 3 هكذا. هذه تعطينا 1000 ملغ من الاوميغا 3. فاظن انه نشروا بذور الشيا. الا ما قدرتوش تاكلوا كما نقولوا الاسماك، فبذور الشيا اكيد متوفره وتقدروا يعني تشريوها، وتقدروا كل يوم تاخذوا ملعقه واحده صغيره. وعلاش؟ لانه مفيده جدا بالنسبه للجسم ديالنا، خاصه الناس اللي عندهم التهاب في حب الشباب، يعني عندهم بزاف مشاكل وما قدروش يتخلصوا منها. فملعقه واحده من بذور الشيا هكذا فقط تاع الاوميغا 3 اللي نعاود نذكر ونقول انه ملعقه صغيره تاع قهوه تعادل 1000 ملغ من الاوميغا 3 راهي رايحه كما نقولوا تعطينا نتيجه رائعه جدا لكل هذه المشاكل اللي هضرت عليها، خاصه حبوب الشباب، حب الشباب عفوا، اللي يكون ديجا كما نقولوا متطور نوعا ما، يعني حب يقول مقيح حشاكم. وهنايا واش عندي امبو تاع ياغورت ناتور. اذا من الاحسن انه لما نوضوا صباح يعني في عود ما ناكلوا اكل ممكن يضرنا، ممكن يزيد لنا في السمنه، ممكن يزيد لنا يعني يقلقنا في نهارنا، ينفخ لنا الكولون، ولا واش نديروا؟ ناخذوا امبو ديال ياغورت هكذايا وناخذوا معاه ملعقه صغيره هكا تاع الاوميغا 3 عفوا بذور الشيا اللي فيها الاوميغا 3، ونخلطوهم مع بعض ونتناولوهم فقط. نتناولوهم عادي جدا جدا في الصباح. لانه علاش؟ راح نستفادوا. قلت لكم الناس اللي عندها بزاف مشاكل في الجسم تاعها، عندها نقص فيتامينات، عندها مثلا كذلك بشره باهته، لانه علاش؟ هذا البذور الشيا هي اللي رايحه تعزز في نضاره البشره، كذلك تخلصنا من بزاف مشاكل الصحيه اللي يكونوا عندنا، خاصه نقص الفيتامين تاع الاوميغا 3 اللي قلت لكم ماشي كامل الناس ممكن يقدروا يتناولوه يوميا في الاسماك. فبالتالي يلاه نعوضوه ببذور الشيا. ما كاين والو، ناخذ بذور الشيا هذه كما قلت لكم نحطوها في ياغورت طبيعي. من الاحسن فضلت انا افضل يعني ياغورت طبيعي على ياغورت الاخر، ولا كذلك تقدروا تاخذوها كما نقولوا مع العصير كما حبيتوا، المهم بالشكل اللي يريحكم. لكن انا عطيت لكم الطريقه السهله كامل، امتي سويس ولا امبو ديال ياغورت ناتور هكذا نحطوا فيها ملعقه صغيره من الاوميغا عفوا بذور الشيا الداخل، راح نتناولوها عادي جدا، وكان رايحين كما نقولوا نستفادوا منها في الجسم تاعنا وفي صحتنا بوكو بلوس. هذه هي تعزيز صحة الشعر، تعزيز صحة البشرة، تعزيز صحة الأظافر، يعني كل حاجة في الجسم تاعنا رايحة تزيد تتقوى. إذا هكذا إن شاء الله تكونوا استفدتوا كذلك من فقرة صحتك في بيتك. يلا فاصل قصير وراجعين باش نكملوا الحديث ونختموا للأسف حصتنا لنهار اليوم. ولينا لكم مشاهدينا مرة أخرى باش نكملوا حديثنا ولا الحديث، يعني للأسف وقت البرنامج خلاص، ولكن نعاود نولي لضيفي نقول لك كريم نصيحة للأولياء هذوما. نعم. والكوارث تاع اللومجة هذه، تفضل. إذن أول نصيحة وأهم نصيحة، اللومجة ماهيش مهمة
بالمفهوم الواسع عندهم الأولياء. دونك إذا كان فطور الصباح يعني مقنع، يعني سنشبع به، خاصة كان صحي، اللمجة هذه تأثر في المال وفي صحة الطفل، إذا نجتنبوها. في حالة ما إنسان خذ اللمجة، هنا كاين بعض البدائل الصحية، سواء إما كانت فواكه الفصل حاليا، فواكه الفصل، ولا كانت خضار من الخضروات، ولا كانت فواكه جافة كما شوية زبيب ولا شوية عينة ولا شويه لوز، باسكو اللوز بيبات اللوز فقط كوفان، وبالتالي هذه اللمجه تولي لمسه صحيه اضافيه للطفل، احسن ما تكون يعني مشكل صحي في المستقبل. ممكن هذه اهم نصيحه نديها للاولياء، من اجل يعني تحديد مسار صحي وغذائي للابن تاعهم. أكيد. شكرا لك كريم. أولا خليني أقول لك شكرا مرة أخرى لأنك قبلت الدعوة وشرفتني كذلك في البرنامج، واستفدنا كثير 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 من كل المعلومات اللي قدمتها لنا، وإن شاء الله نتمنى أنه كذلك المشاهدين يكونوا خذوا كلامك بعين الاعتبار. وكذلك أنا عندي نصيحة صغيرة، أنتم يا أولياء كما نقولوا ردوا بالكم، ما تعطوش لأولادكم لمجة اللي تكون فيها دي جو، ولا تكون يعني ربما تشوفوا أنها غالية وما يقدرش زميل واحد آخر يقدر يشريها، فبالتالي نراعيوا هكذا أحاسيس الناس صح. والقدرة الشرائية تاع الناس ياك هكذا، باش لانه وليدنا بعثناه باش يقرا ماشي باش يتباهى. مشاهدينا خليت لكم الخير، ان شاء الله تكون عجبتكم الحصه تاع اليوم. نقول لكم كانت معكم وسيله بولحيان، نتلاقوا في عد اخر ان شاء الله. سلام. قدم لكم هذا البرنامج برعاية فيفاكوس. فيفاكوس، صحة وجمال.